النهارده هعمل لكم قراقيش بالعجوة من النواعم كده اللي بتبقى لو موجودة في البيت كل يوم بتبقى حاجة كده منجزة جنب كوباية الشاي. لو جعانين ولسه هنقوم نحضر أكل وخلاص فبناخد كام واحدة من القراقيش كده ونشربها مع كوباية شاي. القراقيش بتاعتنا تبقى اقتصادية من غير سمنة ومن غير بيض ومن غير زبادي ومن غير حليب، وفي نفس الوقت طعمها رائع. ركزوا في الفيديو في كل التفاصيل عشان تعرفوا ازاي تطلعوها هشة شوية من جوه وفيها قرمشة من بره وبتدوب كده في البق وتفضل طرية على طول وتحافظوا عليها. اول حاجة هحتاج نص كوباية من المية الدافية، عليها معلقة سكر، وعليها باكو من الخميرة الفورية او معلقة كبيرة من الخميرة الفورية. هنقلب تقليبة كده كويسة ونجيب طبق ونغطي على الطبق ده حوالي 5 دقايق لحد ما نتأكد ان الخميرة اختمرت كده كويس وعملت المفعول بتاعها. بعد ما الخميرة كده اختمرت اهي هضيف عليها بقى كوباية كاملة من الزيت النباتي. طبعا نستخدم زيت يكون نوع كويس علشان الطعم بتاع القريش يكون طعمها حلو. وهقلب كده الزيت مع الخميرة والمية وكده. وبعد ما اقلبها تقليبة كويسة هبتدي بقى ان انا اضيف الدقيق. انا هحتاج لنص كيلو او 500 جرام من الدقيق الخاص بالمخبوزات او المعجنات، او الدقيق اللي هو متعدد الاستخدامات. هحط النص كيلو وبعد كده هحط عليه نص معلقة صغيرة من الملح، وهضيف كمان 3 معالق كبار من السكر علشان برضو اخلي العجينة بتاعتي فيها تسكيرة خفيفة كده خالص. بعد كده بقى هقلب المكونات كلها على بعض لحد كده ما تبتدي تمتزج بالزيت والخميرة والمية. وبعد ما اقلب هبتدي ان انا المها بقى بايديا يكون احسن، ولو حابين تستعملوا العجان مفيش مشكلة. انا بلمها على مهلي واحدة واحدة، مش عايزة ابتدي فيها عجن جامد علشان انا العجينة بتاعت القراقيش مش عايزة يكون فيها يعني عرق، لان لو فيها عرق تتحول يعني زي قرص كده. فانا مش عايزه اعمل كده، فانا على مهلي واحده واحده ببتدي ان انا الم الاول. وهحتاج بقى للعجن نفسه بعد ما الم ليه شويه ميه دافين. هحتاج حوالي 3 معالق من الميه او معلقتين، انا بضيف بالمعلقه علشان خاطر طبعا الدقيق بيختلف من مكان للتاني، فدايما ضيفوا الميه بالمعلقه. الوصفه دي انا احتجت فيها 3 معالق بس، وكمان ضيفهم بالتدريج. ضفت اول معلقه وعجنت شويه، ولما حسيت ان هي لسه يعني مفرولة ضفت معلقة تانية، ولسه يعني برضو مفرولة شوية ضفت المعلقة التالتة. والمية اللي بضيفها بتكون دافية شوية. بعد ما اتأكدت انها لمت معايا حلو في الطبق، انا حابة ان انا اطلعها على الرخامة وابتدي اعجن فيها شوية كمان. يعني ان احنا نبتدي نعجنها، بس مش زي ما نكون بنعمل قرص او عيش نفضل نعجن جامد قوي، لا يعني على مهلنا. وبعد العجن ده كله هوريكم وانا بقطع حتة كده بتتقطع على طول، ما بتعملش اي عرق خالص، وده معناه ان العجينة بتاعتي كده ناجحة وكويسة. والعجينة بتكون طرية كده وناعمة ومش بتلزق خالص في الايد. طبعا حاطين فيها كمية زيت يعتبر كبيرة. دلوقتي انا هبططها بالشكل ده وهغطيها بكيس. مش هسيبها تختمر دلوقتي، هغطيها بكيس هريحها بس 10 دقايق وابتدي اشتغل فيها. في الوقت ده انا هحضر الحشوة بتاعتي سهلة وبسيطة. انا معايا ربع من العجوة دي، عجوة جاهزة عادي، وهحط عليها معلقة ونص كبار من الزيت، واحط عليها سمسم. السمسم في العجوة بيدي طعم جميل قوي. حطيت حوالي معلقة كبيرة كده من السمسم، وابتدي اعجن مش اعجن يعني اهرس كده بالشوكة العجوة واكورها على جنب واعملها صوابع كده على جنب عشان تبقى سهلة في الحشو. دي العجينة بتاعتي بعد ما ريحتها. هبتدي بقى ان انا اقسمها، هاخد جزء كده هبتدي اعجنه تاني شوية على ايدي يعني حاجة بسيطة. وطبعا الجزء التاني من العجينة لازم برضو اغطيه علشان ما ينشفش. دلوقتي انا هبتدي ان انا اعملها رول كده مستطيلة، عجينة مستطيلة. بالنسبة بقى للقراقيش نفسها ممكن تعملوا الأحجام اللي انتوا عاوزينها. لو عاوزينها مقرمشة قوي فهنرقق المستطيل ده واحنا بنفرده او بنطبطب عليه، هنرققه خالص. لو حابين تكون فيها شوية طراوة من جوه وهشاشة اكتر فهنخليها سميكة شوية. انا عملت كده وعملت كده، يعني انا كنت حابة اعمل السميك شوية اللي فيه هشاشة وحابة اعمل المقرمش. العجوة زي ما انتم شايفين انا عملتها بالشكل ده، وكمان بططتها ما حطيتهاش وهي مستطيلة، لا انا بططتها كمان علشان الحركة دي بتخلي
القرقوشة الواحدة العجوة ملياها من اولها لاخرها، فبتبقى لذيذة قوي. دلوقتي بقى هقفل من فوق زي ما انتوا شايفين كده، وبعد ما اقفل هرش بقى السمسم في الوقت ده، يعني هرشه قبل ما اقطع القراقيش علشان يكون ثابت على ال القرقوشة الواحدة يعني. هحط شوية سمسم واطبطب بايدي، وبعد كده اقطع بقى بالسكينة بورب شوية كده عشان يبقى عامل شكل، يعني انا مقطعة بزاوية شوية. هبتدي ان انا اقطعهم كده وابقى مجهزه الصواني بتاعتي، دهناها يعني حبه زيت خفاف قوي، يعني الصينيه يكون دهناها زيت بس مش كتير، حاجه بسيطه قوي. وابتدي ان انا ارص القراقيش دي جنب بعض، اسيب ما بينهم مسافات صغيره متساويه، علشان انا هسيبها تخمر في الصينيه نفسها. اول واحده عملتها معاكم كنت مخليه العجينه نفسها سمكها تخين شويه علشان يبقى فيها هشاشه، دي بقى انا هرققها خالص. وكمان دي حجمها اصغر من اللي فاتت عشان اعمل احجام اصغر او صغيره قوي، الميني دي بتبقى برضو لذيذه. هحط برضو فيها العجوه بنفس الطريقه، واهم حاجه ان انا اكون مطبطبه كده على العجوه علشان تبقى ماليه القرقوشه كلها. وابتدي برضو ان انا اقفل من فوق، وبعد ما اقفل من فوق ارش السمسم واطبطب تاني على العجينة وارققها، علشان دي انا هعملها بقى اللي هي تكون مقرمشة شوية. انا نسيت اقول في اول الفيديو اللي اول مرة يشوفني انا اسمي مريت، وما تنسوش ان انتوا تعملوا لايك للفيديو وتعملوا متابعة كمان للصفحة عشان توصل لكم كل الفيديوهات. كمان ما ننساش ان احنا بعد ما بنرص القراقيش دي في الصواني، فانا بغطي الصينية برضو بكيسة بفوطة، المهم ان انا اغطيها علشان اسيبها انها تخمر، وانها برضو ما تنشفش معايا. برضو هنا الاشكال اللي هي بتبقى صغنطوطة دي بتبقى جميلة قوي، فانا حبيت ان انا اعمل شكل صغير وشكل كبير. دلوقتي انا رصيتهم في الصواني زي ما انتوا شايفين كده، وبعد كده هسيبهم متغطيين يخمروا، هياخدوا حوالي من نص ساعة لساعة الا ربع كده ايه على بال ما يخمروا. هحطهم في الفرن بقى، يكون الفرن سخن من قبلها على درجة حرارة متوسطة، ومش هتاخد في الفرن كتير، يعني احنا كده بنلف الصينية في الفرن وبنراقبها، واول ما نبتدي نلاقي انها بتحمر كده من الجوانب من فوق، ممكن نشغل الشواية على الخفيف او المروحة لو في مروحة في الفرن علشان توزع الحرارة. اول ما يطلع من الفرن طبعا بيكون طري، فهنسيبه بره كده شوية لحد ما يبرد خالص، وبعد كده اعبيه في علب زي دي او احطه في اكياس واحتفظ بيه، هيبقى معاكم كذا يوم حلو قوي. واتمنى تجربوا الوصفة، انا مستنية تعليقاتكم، وما تنسوش طبعا تعملوا متابعة للصفحة والقناة، واشوفكم في وصفة جديدة، وباي باي.